يعني انا كمان بعتذر عن التاخير، ولو ان انا جيت الساعه 11 فانا معاكم ان انا قاعده ملطوعه من الساعه 11 فهم كلهم بيعتذروا لنا كلنا يعني. لكن انا بشكر طبعا القوى المنظمه والهيئات الداعمه، وبشكركم كلكم انكم شرفتونا النهارده، وان احنا هنشترك سوا في اطلاق فعاليات مهرجان الطفل المصري اللي بيحمل اسم أجيال، والتي تحمل أهداف فعاليات وإبراز الجانب الإبداعي في شخصية الطفل المصري في مجالات الفنون المختلفة، وهو الجانب الذي يمثل الأساس في نمو الروح والحلم والانتماء عند أطفالنا. مصر بلدنا بتعتبر من البلدان الشابة الفتية، لأن نسبة الأطفال لغاية سن 15 سنة بيمثلوا تلت سكان مصر، وحسب المعيار الدولي والوطني ان كل ما هو دون ال 18 سنة يعتبر طفل، فيبقى نسبة الأطفال بتمثل 40% من سكان مصر. يعني احنا فعلا بلد فتية عافية شابة. لذا وجب علينا الاهتمام والعناية والرعاية بصحتهم وتعليمهم وتنمية مهاراتهم الإبداعية ومواهبهم، لأن الإبداع الفني لدى الطفل هو الركيزة الأولى والأساسية في تنمية شخصيته وتطوره النفسي والعقلي، ولا يجب أن يقف الفقر والموروث الثقافي الرغعي عائقا أمام هذا النمو. وقد يبدو هذا الجهد الذي نقوم به متواضعا، إلا أنه يمثل نقطة ضوء واستمرار لخطوات سابقة في مسيرة طويلة لا بد أن تتواصل، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تكتنف ربيع ثورة وحلم طفولة يتطلع إلى وطن إنساني خالي من القهر والاستغلال، قائم على قيم السلام والتسامح والتضامن والإخاء والمساواة دون تمييز، لأن أطفال اليوم هم شباب وقادة الغد الذين سيصنعون المستقبل. شكرا. لو